أتدري ماذا قال لي أحد أصدقائي من الدكاترة حينما ناقشته؟ قال لي: أعوذ بالله من ملتك. الله، تشيع شيعي كفرني وهو صديقك. صديق. قال: يعوذ بالله من ملتك أنت. أعوذ بالله من ملتك، أقولها لأول مرة. مغربي. نعم، مغربي، سبحان الله. ماذا تقول يعني؟ كل التشيع انتشر عندكم يا شيخ إلى هذه الدرجة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك بعضهم كان يقول لي يعني أمور غريبة، أصدقائي من الحركات الإسلامية، وأناقشهم. يعني عجيب هذا الأمر. عراق؟ ألو؟ أنا من العراق. اي تفضل. من العراق وبعدين لبنان وبعدين عراق. تفضل. العراق أول شيء. بالبداية طبعا عن بجد التشيعات إن شاء الله. أنا اسمي زين العابدين. حياك الله أستاذ زين العابدين. أنا عندي فد شيء ما حد منتبه له. في رازية الخميس هنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ائتوني بالكتب والدواء أكتب لكم لوحة لن تظلوا بعدي أبدا. من نجي إلى كلمة لن تظلوا بعدي أبدا، يعني لو الرسول الله كاتب لهم كان ما ظلوا. ومعنى الضلال هي الابتعاد عن الحق والتمسك بالباطل، هذا المعنى مالته الصحيح. فهنا نسألهم: هل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كتب لكم أم لا؟ زين، الجواب راح يكون إن هو ما كتب لهم. إذن هم شنو حالين؟ ظلوا. هذا الحديث موجود ومعناه صحيح. حسنت. لن تظلوا بعدي أبدا. حسنت. زين. والحديث الثاني: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله حبل الممدود من السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هل هم متمسكين في عترة أهل البيت؟ ما متمسكين بعترة أهل البيت عليهم السلام. فإذا تبين من هذه الأحاديث أن هم على ضلالة، ومن كتبهم ندينهم، من أفواههم ندينهم. زين. انت زين العابدين تسمح لي اسالك، انت يعني كنت سني وصرت شيعي؟ نعم، انا كنت سني حنيفي. انا والدي خزرجي من دياله، حتى اخوي الكبير اسمه عمر. زين، متى صرت شيعي؟ تقريبا قبل 6 اشهر هيك شيء. وعندي قناه حتى على التيك توك ارد بها على الوهابيه. زين، شنو الاسباب اللي خلتك تكون شيعي؟ ممكن تعطينا اهم الاسباب؟ من اول الاسباب حديث الثقلين، هاي من اول الاسباب. ثاني سبب مظلوميه فاطمه الزهراء ومظلوميه الحسين عليه السلام. لما انا اسال الشيخ اقول له: يا شيخ شنو رايك بيزيد؟ يقول لي رضي الله عنه. لما اراجع الكتب من كتبهم اشوف انه يزيد امر بقتل الامام الحسين، وراحوا السيده زينب عليه السلام سرايا الى الحسين عليه السلام، يعني الى يزيد. زين هاي شلون؟ زين انا عندي مفهوم انه القاتل والمقتول بالجنه، رضي الله عنه يقتل رضي الله عنه، رضي الله عنه يقتل رضي الله عنهم، كلهم بالجنه. يعني اكو تناقض عجيب والله العظيم. هذا اللي خلاني اتشيع، وكثير من الامور خلتني اتشيع. والان عندك قناه على اليوتيوب؟ لا، عندي قناه على التيك توك، وقناتي على اليوتيوب سدوها الوهابيه. والله العظيم كان فيها 16,000 مشترك، والله العظيم. سبحان الله. زين، وهسه موجود انا وهم رد عليهم. والله صرت بحيث شنو اي واحد يجيب طار اهل البيت اقسم من كتبهم. انا اشوف الان فكرك متقد حقيقه. زين، قبل بس اسمح لي اسالك بعض الاسئله، واذا خاص هذا السؤال لا تذكر الجواب. لا فقط انت تشيعت ولا في من الاهل، ولا اثرت على الاهل؟ انا والدي شهيد صراحه سنه 2003 كان عميد طيار، الله يرحمه برحمته الواسعه. والدتي هي اصلا شيعيه من البصره، بس يعني ما يعني شلون ما دا يعني شلون اقول لك، ما ضغطت علي بالتشيع. فانا حتى بيت جدي سنه بيت جدي، فلما عرفوا تشيعت اكو بهم قاطعني صراحه، قاطعني. يعني انت والدك سني وامك شيعيه؟ نعم، والدي من دياله خزرجي، من عرب وقبال. هذا الفقد العشيره مالتنا. فأنا لما عرفت الحق مع محمد وآل محمد تشيعت. زين، أنا عندي بعد سؤال آخر.
نعم. انت الان سعيت انه تنقل فكر اهل البيت للاقارب للكذا، وساهمت في شيء ما من نقل الفكر؟ نعم حاليا ويا اخواني، ودا اقول لهم مظلوميه. حتى اني عندي ان شاء الله راح اخطب بنت وهي من اهل السنه، وكذلك هم قناعتها بالفكر المحمدي. والله يا العظيم الله. لما حكيت مظلوميه الحسين صارت تبكي والله العظيم. يا الله. ان شاء الله راح اثر على اصدقائي وكلهم يدخلون في دين محمد وال محمد. اعزمني بعرسك مو تنسى. ان شاء الله ان شاء الله. وحديث الرسول يقول انه مثل اهل بيتي كسفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. شو راح تسوون بالهاي؟ تذبحون طليان لو شو تسوون بالعرس؟ لا ان شاء الله. ما تنسى تعزمني. لا ما تعزمني ازعل. الله يبارك على فيك. راسي الله، على رحم الله والديك، جزاك الله خير الجزاء. الله يبارك فيك. انا افرح حقيقه، افرحتني، وهذه اخبار سعيده في مولد الامام الرضا عليه السلام. الله يبارك فيك. شكرا استاذنا.